الحواوشي من الأكلات اللي بنتميز بيها أوي أوي كمصريين. تعالوا أقول لكم إزاي تعملوه زي أشهر المحلات بجد بطريقة سهلة وبسيطة جدا. يلا بينا نخش على المقادير. عندي هنا 200 جرام من اللية، وعندي ربطة من البقدونس أو حزمة من البقدونس، وعندي نص كيلو من البصل. نص كيلو البصل هحط عليه نص كيلو لحمة، يعني مقدار البصل قد مقدار اللحمة. تمام تمام. النص كيلو لحمة بياخد معايا معلقة صغيرة من الثوم زي ما قلت لكم، ونص كيلو من البصل، يعني لو هعمل كيلو بصل هحط كيلو لحمة والعكس صحيح. تمام تمام. هقلب الكلام الجميل ده كله مع بعضه، ودي خطوة مهمة، اني اخلي المقادير كلها تتجانس مع بعضها، واني كمان ادوب اللية. عندي هنا بقى التوابل: معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، البابريكا، السبع بهارات، رشة محترمة جدا من جوز الطيب، والملح ده حسب رغبتك. دي كل البهارات اللي انا هحطها، لا اكتر ولا اقل. تمام تمام. هبدأ بقى اقلب الكلام الجميل ده كله مع بعضه بايدي كده لحد ما احس انه تجانس تماما، اللحمة مع البصل مع البقدونس مع التوابل والملح. خلاص خلاص. تمام تمام. خلاص ان اللحمة بتاعتي بقت جاهزة اتشكلت تمام. هجيب بقى العيش بتاعي من اقرب فرن ليا، العيش العادي جدا. هبدأ اعمله فتحة زي ما انتوا شايفين كده في ربع الرغيف من فوق، وهاخد كورة من اللحمة وهبدأ افردها بايدي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. والخطوة دي مهمة، اني افرد اللحمة كويس لاخر الرغيف والاوله، بحيث يبقى الشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام تمام. طبعا خطوة الجبن دي اختيارية براحتك خالص. انا بفضلها، يعني اني احط جبنة موتزاريلا، واحط بعد كده جبنة رومي وافردها برضو بايدي كويس. طبعا انتي حابة تستغني عنها مفيش اي مشاكل، خلاص كده يعتبر الحواوشي بتاعك زي الفل، ويقدر يخش الفرن من غير الجبن خالص. لكن خطوة الجبن دي بصراحة تديلها طعم خيالي. هنعمل تاني نوع مشهور قوي في المحلات، اللي هو الحواوشي سجق. السجق بتاعي اللي بجيبه من عند الجزار هبدأ اقطعه مكعبات زي ما انتوا شايفينه، وبعد ما افرد الحواوشي في العيش هحط عليه السجق بتاعي زي ما انتوا شايفين كده، واديله رشة من الجبن. تمام تمام. انا دقتها بصراحة في محل مشهور وعجبتني قوي الفكرة، وحبيت انفذها في البيت. وده السجق بتاعي. هبدأ اقطعه كده، اللي انتوا بتجيبوه عادي جدا من عند اي جزار، نقطعه مكعبات بالحجم اللي انتوا شايفينه ده. تمام. واجيب الرغيف بتاعي وابدأ برضو احط كمية مناسبة من السجق، وافرده كويس بحيث يبقى الرغيف كله واخد نفس الكمية. والخطوة دي بقى ايه اختيارية، تحطوا شطة، تحطوا طماطم، تحطوا فلفل اخضر، دي براحتكم تماما. وبعد كده هحط الجبن. تمام تمام. وزع الجبن بتاعتي، وبعد كده بقى عندي معلقة من السمنة، احط عليها معلقة صغيرة من الزيت. ليه الزيت؟ الزيت بيخلي الحواوشي بتاعي مقرمش وناشف كده ساعة الاكل. حابين تخلوها سمنة براحتكم، حابين تخلوها زيت بس براحتكم، حابين تخلوها سمنة وزيت تمام. هبدأ بقى ايه امسح كده وش العيش، يا دوب مسحة خفيفة كده بالسمنة على الزيت اللي انا عملتهم دول. وهامسح وشه هامسح وش وضهر العيش. وهاجي على الصاجة بتاعة الفرن احط عليها ورقة من الفويل على درجة حرارة 180، اخلي الفرن يسخن الاول، وبعد كده هنزل بالحواوشي بتاعي بعد لما اكون مسحته كويس. مسحة كده زي ما انتوا شايفين، يا دوب مسحة خفيفة، مش هغرقه سمنة وزيت خالص عشان العيش ما يفتتش معايا. تمام تمام. خلاص خلصت الكمية بتاعتي كلها ومسحتها كويس بالسمنة والزيت. هحطها بقى في الفرن. تستوي ازاي؟ من تحت الاول، على ظهرها الاول، وبقى اول ما يبدأ ظهرها يتحمر هقلبها على وشها. وكده خلاص، هو ما بياخدش بجد من 10 دقايق لربع ساعة، وبيبقى اجمد حوشي زي ما انتوا شايفينه كده. طبعا قدمت معاه الطحينة، وقدمت معاه بطاطس محمرة وسلطة. اتمنى تجربوها بجد، اكلة تحفة تحفة وجميلة. اتمنى تجربوها من كل قلبي، ان شاء الله تعجبكم. ولو عجبتكم ما تنسوش تقولوا لي في الكومنتات، وبرضو ما تنسوش تتابعوني لوصفات تانية كتير. شكرا.